السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة قناة المتميز للتسويق العقاري، أهلا ومرحبا بكم. برحب بكم في فيديو جديد وشقة جديدة، بتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. اشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا القادمة بإذن الله. وصلي على النبي الحبيب وتعالى اقول لك تفاصيل شقتنا النهاردة. احنا معانا شقة النهاردة، شقة بجد ممتازة للناس اللي بتدور على حاجة راقية، حاجة سكنية بحتة، تنفع استثمار، تنفع مصايف على استحياء بسيط، لكن المنطقة اللي هي فيها منطقة سكنية ممتازة. شقة 140 متر صافي، ده كده الشارع اللي بتطل عليه الشقة، وده كده شارع جمال عبد الناصر. بينك وبين البحر من هنا بالظبط للبحر 5 دقايق 7 دقايق مشي على رجليك. الشقة 140 متر. الريسبشن زي ما حضرتك شايف كده، ريسبشن قطعتين كبار مرتاحين. ومعنى كلمة مرتاحين ان كل حاجة مرتاحة في مكانها وفي واسع ما بينهم كتير جدا. شوف حضرتك، انا ما بحبش افور واقول لحضرتك حاجات مش موجودة في الشقة، انا بسيب حضرتك تشوف كل حاجة في الشقة. بوصل لك كل حاجة، وحشة حلوة، كل حاجة بوصلها لك. بس تابع معايا الفيديو عشان تعرف كل تفاصيل الشقة النهاردة. بالمناسبة الشقة لو فيها عيب هقول لك عليه. ده كده تشطيب، انا بحاول اجيب لك كل حاجة في الشقة زي ما تكون انت بتتفرج بس بالظبط، عشان الناس اللي بتتابعنا من خارج اسكندرية تكون شايفة كل حاجة على الطبيعة. اول ما ندخل من باب الشقة طبعا الريسبشن على شمالنا، يمنا هيكون في طرقة توزيع. اول طرقة التوزيع هي المطبخ. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك لاصحابها اللي عملوا التشطيب ده. كل حاجة طبعا في مكانها. المطبخ زي ما حضرتك شايفه مساحته مش كبيرة قوي، لكن منظم ومنسق، كل حاجة مظبوطة. طبعا البيع هنا دولاب المطبخ مع الشقة، يعني البيع شامل دولاب المطبخ. هبين لك كل حاجة في الشقة وهفصص لك الشقة واحدة واحدة، وهسيب لحضرتك صور في آخر الفيديو علشان لو حضرتك الشقة عجبتك هتبين لك حاجات معينة كده في الشقة أنا عايز أوصلها لك، هسيبها لك صور في آخر الفيديو. ده كده طبعا الحمام، مساحة الحمام. شقتنا هنا طبعا في الدور التاني، تاني بعد الميزان، يعني يعتبر في التالت، هنقول الدور التاني. طبعا شقتنا هنا في الرخصة برج 14 دور، مباني 2004. طبعا هنا رخصة، وطبعا برضو خارج التصالح للناس اللي بتدور على حاجة مباني كويسة. دي كده أول غرفة من غرف شقتنا النهاردة. طبعا الغرفة زي ما حضرتك شايف مساحتها بسم الله ما شاء الله. التشطيب ده هسيبه لحضرتك، طبعا حضرتك ليك الحكم الأول والأخير فيه علشان دي أذواق، والأذواق بتختلف من واحد للتاني. فطبعا انا بنقل لك الصورة زي ما حضرتك شايفها كده. مساحة الغرفة ممتازة، ودي كده اول غرفة من غرف شقتنا النهاردة، ودي كده تاني غرفة من غرف شقتنا النهاردة. طبعا برضو بحاول ان انا اجيب لك المساحة، ولو في مجال في الغرفة باجي اصور لك الغرفة من هنا ومن الجنب التاني عشان خاطر كل حاجة تبان لك في الغرفة نفسها او في الشقة نفسها. طبعا الغرفة دي على منور، فيها بلكونة جيب زي ما حضرتك شايفها كده. البلكونة دي كده جيب على منور. الغرفتين او بمعنى صح الثلاث غرف هنا في الشقة على منور، وهو ده كده المنور. ودي كده مساحة الغرفة، مساحتها كويسة معقولة، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. نيجي بقى كده للغرفة التالتة. دي كده غرفة النوم الرئيسية زي ما صاحب الشقة منظم الشقة. طبعا الغرفة ما شاء الله كبيرة جدا. هحاول اجيب لك من كل الاتجاهات، لكن انا شايف ان تنظيم غرفة النوم نفسها مبوظة الغرفة. يعني الدولاب المفروض يكون في ظهر السرير والسرير يكون في حاجة تانية، عشان كده الغرفة مش باينة. لكن انا شايف مساحة الغرفة مساحتها كبيرة جدا. لو حضرتك جبت متر وقستها هتلاقي مساحة الغرفة دي 3.5 أو 4 في 5.
اقل حاجة. طبعا انا بنقل لك الصورة زي ما حضرتك شايف كده، وكده تقريبا حضرتك شفت الشقة بالكامل. هقول لك على تفاصيل الشقة. شقتنا في العصافرة بحري، عصافرة بحري بين عبد الناصر وبين السكة الحديد، قريبة لعبد الناصر 5 دقايق 7 دقايق بالظبط مشي على رجلك للبحر. شقتنا 140 متر، 3 غرف وريسبشن. ريسبشن قطعتين في الدور التالت، اسانسير، برج 14 دور، مباني 2004. طبعا 3 عدادات موجودين هنا، نت وتليفون ارضي، مدخل فندقي، امن، حارس موجود مقيم في العمارة. هنا مطلوب في شقتنا 1,300,000، 1,300,000. طبعا ده الرقم اللي طالبه صاحب الشقة، مفيش حاجة بتخلص زي ما صاحب الشقة طالب، لكن انا بوصل لحضرتك الصورة في الاول وفي الاخر. لو الشقة عجبتك كلمنا، ارقامنا هتلاقيها في صندوق الوصف تحت الفيديو مباشر، او اكتب لي تعليق بس هرد على حضرتك بارقامنا مباشر. ولو عندك شقة عايز تبيعها كلمنا، ان شاء الله هنساعدك في بيعها في اقرب وقت ممكن باذن الله. هستأذنك لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا القادمة بإذن الله. ورجاء صلي على النبي الحبيب عشان ربنا يبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. وصلي على النبي بنية الفرج، ربنا يفرجها عليك وعلينا بإذن الله. كان معكم محمود الرشيدي، مكتب المتميز للتسويق العقاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.